الحاجات دي لو حافظت عليهم فانت هتعيش في جنة، وربنا يحفظك من كل شر وحسد، وهيكون معاك مفاتيح فرج كل امور حياتك. اول حاجة الصلاة في ميعادها. الصلاة هي صلتك بالله، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. تاني حاجة ورد الذكر، وخصوصا الحوقلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. كل ذكر من دول مش أقل من 200 مرة مثلا. تالت حاجة صلاة الضحى، ميعادها من بعد شروق الشمس بتلت ساعة لحد قبل الظهر بتلت ساعة، ثوابها 360 صدقة. انت متخيل؟ رابع حاجة أذكار الصباح والمساء وما قبل النوم، حفظ من الله من أي شر أو حسد أو سحر أو وسواس أو مصائب. خامس حاجة قيام الليل، هيغير حياتك وهتلاقي نفسك في مكان عمرك ما كنت تتخيل انك توصل له في يوم من الأيام. دعواته بتحقق المعجزات. سادس حاجة سورة البقرة، فيها البركة وحفظ للإنسان من الأسحار والوسواس، وتبطل أي سحر أو عمل أو أذى. سابع حاجة ورد القرآن، ولو صفحتين بس، وتعود انك تبدأ بيومك علشان يكون في بركة. القرآن ده صاحبك اللي هيستناك في القبر وينوره، ومش هيسيبك يوم القيامة لما يشفع لك ويدخلك الجنة. تامن حاجة الصدقة. الصدقة دي سحر، لو عندك حد تعبان او مشكلة خرج صدقة وهتستغرب من اللي هيحصل، وهي سبب من اسباب كثرة الخير والرزق.